الحكايه الغريبه دي يا منصور؟ ده راجل موفر يا مولاي اسمه ابو الحسن. وازاي بيدعي انه خليفه بغداد؟ ده لازم مجنون. اصله يا مولاي كان غني ومجد امواله في الله لحد ما اصبح فقير. لكن ده مش سبب عشان يعمل العمل ده. بيقولوا يا مولاي انه اصيب بنوم الذهول بتخليه يتوهم في بعض الاحيان انه خليفه. ده راجل غريب الاطوار، انا لازم اشوفه. امرك يا مولاي، انت تحب تشوفه؟ اللي لازم. عرقوب وادي عرقوب. نعم يا سيدي. كل الجواري حضروا المائدة. جواري ايه يا سيد ابو الحسن؟ احنا لاقيين ناكل لما هنشغل جواري عندنا. انت هتنفذ الاوامر ولا لا؟ اوامر ايه بس؟ انت هتطير برج من عقلي. ايه؟ انت مش عارف انا مين؟ عارف طبعا. امال يعني بشتغل عندك من 30 سنة وما اعرفش انك يا مولاي كما خلقتني. اسمع، انا مولاك الخليفة. نعم يا مولاي. اسمع، حضر المائدة الملوكية. ما عندناش ملوخية. يا جدع افهم كويس، الملوكية بالكاف. برضه ما عندناش. الامر لله، نصرف شؤون المملكة على لحم بطننا. قول على عظم بطننا، هو احنا بقى فينا لحم؟ طيب اسمع، اشنق المنافقين الاربعة. ودول يطلعوا ايه؟ دول الجماعة اللي كانوا ما بيسيبونيش وانا غني، ولما افتقرت ما سألوش عني. والله ما عايز الشيء الا اللي تسبب لنا في الفقر ده. انت يظهر مش نافع يا جدع، انت روح انده للوزير. مفيش حد هنا الا انا. يبقى انت بقى لازم الوزير. هي شغلانه مش بطاله، بس نركع على الاب. خلاص، انت من النهارده وزيري. ما فيهاش علاوه الشغلانه دي. لا، هزودك دينار في الشهر. والقبض امتى؟ مع المهية القديمة. وادي احنا بقالنا سنه ما قبضناش. مفيش قبض خالص. العملة الرسمية اللي بتتعامل بيها مملكتي هي الشكوك، واذا ظبطت حد بيدفع اللي عليه اشنقه طوالي. حاضر يا مولاي. مولاي كما خلقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا سيد عثمان. هات القهوة يا عرقوب، بس ما تحطش فيها بن. الله، انت نسيت اني بقيت وزير ولا ايه؟ معلش، هبقى ادفع لك ماهية الوظيفتين. امرنا لله. انت جايبني هنا ليه؟ اصل ابو الحسن مش راضي يجوزني سلمى الا اذا سمع منك كلمتين صغيرين. ايه هما الكلمتين دول؟ دول حاجة بسيطة خالص. تقولي له انك هتتجوزيه. انت بتقول ايه؟ انا اتجوز ابو الحسن اللي سنه 50 سنة؟ يا شيخة، ده لسه شاب. ده انا اتجوز الراجل المغفل ده اللي ضيع ماله في الكلام الفارغ. عشان خاطر يا دعد. انت نسيت اني متفقة مع سعيد اخوه على الجواز. طيب لما يجي دلوقتي قولي له انك موافقة على الجواز، ولما اكتب كتابي على سلمى ابقي اتجوزي سعيد. يعني عايزني اضحك عليه؟ معلش، انا برضو اخوكي وانت يهمك سعادتي. طيب سيبنا فكر. انا رايح انده ابو الحسن على ما تفكر. الله، دعد ايه اللي جابك هنا؟ عثمان هو اللي جابني يا سعيد. عشان ايه؟ عايز نضحك على اخوك ابو الحسن وافهمه اني موافقة على الجواز منه عشان يجوزه سلمى. ووافقتي على الكلام ده؟ والله ما انا عارفة اعمل ايه. ده انت ما تعرفيش مخ ابو الحسن اخويا متركب ازاي. ده لما تقولي له الكلام ده هيتمسك بيه ومش هيوافق على اننا نتجوز بعض. وايه العمل دلوقتي؟ ما دام عثمان ما بيفكرش الا في نفسه، لازم احنا كمان ندور على نفسنا. امرك يا سعيد، اللي تعمله انا موافقة عليه. اهي سلمى جايه اهي، اتداري هنا لما اتكلم معاها. انت رايحه على فين يا سلمى؟ بدور على ابوي. من النهارده ما تجيبيش سيرته على لسانك. ليه يا عمي؟ ابوكي بعد ما باع اللي حيلتنا عايز يبيعك انت كمان. ازاي الكلام ده؟ عايز يتجوز بنت صغيره ويبيعك لاهلها. يبيعني انا؟ ايوه، انت المهر اللي هيدفعه عشان يتجوز، ويا ريت المساله وقفت لحد كده. في ايه تاني؟ البنت اللي هو عاوز يتجوزها مش عايزاكي تقعدي معاها في بيت واحد. يعني عايز يرميني في الشارع؟ اهو ده اللي مزعلني منه. ومين العروسة دي؟ ده اخت عثمان، وهو بيجري في المسألة دي عشان ابوك يكتب لها البيت. طب وايه العمل؟ سيبينا اتصرف ونفذي كل اللي اقولك عليه. يا سلمى. نعم يا ابوي. في حاجة مهمة عايز اقولها لك. ايه هي؟ انت عارفة عثمان جارنا؟ ايوه عارفاه. ايه رأيك فيه؟ جدع ولا كل الجدعان؟ عال قوي. انت عارفة هو عاوز ايه؟
ومنين اعرف يا ابويا؟ ده عايز يتجوزك. يتجوزني انا؟ ايوه، ايه رأيك بقى؟ انا ما اقدرش اتجوز واسيبك تعيش لوحدك. لا لا لا، ما تاخديش بالك، اتجوزي انت بس واطمني، انا مش هعيش لوحدي. صحيح يابا؟ وهتعيش مع مين؟ انا هتجوز انا كمان. بقى هي المسألة كده؟ المسألة كده، امال هتبقى ايه غير كده؟ وهتتجوز مين؟ ابدا، هتجوز دعد اخت عثمان عشان ابقى انا وانتي نسايب كمان. بس يابا. ايه، ما تنكتفيش، اتكلمي، انا ابوكي، وهو عيب انك تقولي لي على رأيك. انا مش عايزة اتجوز. لكن انا عاوز اتجوز. ما تتجوز، هو في حد حيشك؟ ايوه، بس ما تهونيش عليا. ليه بقى؟ لان لو اتجوزت قبل منك هتبور انت. مالكش دعوة بيا، انا هفضل طول عمري من غير جواز. اعملي معروف يا بنتي، اتجوزي عشان خاطر ابوك. لا مش هتجوز. الحمد لله، اهو سعيد بعد عن سكتنا وبقت دعد من نصيبي. انت عارف سعيد راح فين دلوقتي؟ ايوه، راح يزور الجماعة. وعارف الجماعة يبقوا مين؟ يبقوا مين؟ سعيد راح يقابل دعد. طب وما ايه؟ انت بتقول ايه؟ بقول سعيد راح يتجوز دعد. الخاين، انا لازم اقتله، انا لازم اطلع روحه. معلش يا ابو الحسن، سعيد اخوك وهو احق منك بجواز دعد. يا عالم، ياهو، انتوا فاكريني ايه؟ ايه اللي جرى لابو الحسن يا مولاي؟ ليه؟ ماله؟ انا شايفه طالع يجري زي المجنون وشايل عصايته لفوق. يمكن رايح يضرب سعيد عشان هيتجوز دعد. ومين اللي بلغه الخبر ده؟ انا دبرت المقلب ده هو علشان اضحك شويه عليه واشوفه هيعمل ايه. وبعدين يا مولاي لما يأذي اخوه؟ صحيح، لك حق، يلا نلحق. اتفضل يا سيد ابو الحسن. ايه الخير ده كله؟ فراخ، حمام، ديوك روم، خرفان؟ لا 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 لا، ده الظاهر الملك بتاعكم ده متحين قوي وبيحبني. ايه ده بيعزك خالص. طب ما انا عارف كويس، بس بستمحنك. هو يعرف غير الناس الجعانين اللي زي حالاتي؟ تحب تاكل الديوك الرومي الاول؟ حاسب انت وهو، اوعى حد يلمس الديوك الرومي. ليه؟ انا هاخدها معايا علشان اربيها. لكن دي مذبوحه ومطبوخه. ايش عرفك انت؟ انا عارف طريقه لتربيتها وهي بالشكل ده. بس انا شايف ان العمل ده ما يليقش بمقامك. انت شريك يا اخي، هي الوليمه دي ليا ولا لك؟ ليك طبعا. خلاص، انا حر، اكل اللي على كيفي وربي اللي على كيفي. طيب ما تزعلش، اعمل اللي انت عايز تعمله. اهو كده الاصول. انتوا فاكريني ايه، عبيط؟ العفو يا سيد ابو الحسن، العفو. والله وادي عبود، هات ميه علشان ابلع الاكل. هات له الميه، وما تنساش تحط عليها الموارد اللي احنا جايبينه مخصوص للوليمه. اسمع يا اخ، ما بلاش الموارد، اذا كان في ما تجز يكون احسن، عشان نفسي تتفتح على الاكل. والمفجل ده يطلع ايه؟ زي الموارد برضو والمظاهر تمام، بس ده مستخرج من الفجل، وفي كمان ما لفت وما جرجير. انت باين عليك متأخر قوي. ده انت هايل قوي. انت لسه شفت حاجة؟ اتفضل المية يا سيد ابو الحسن. هات يا ابني، هات. يا سلام، دي مية لذيذة قوي. تحب احجز لك منها قزازة؟ لا، مفيش مانع، احجز لي منها بلاط. حاضر يا سيد ابو الحسن. ايوه كده، تصلح وخلي عندك نظر. انا تحت امرك يا سيدي ابو الحسن. يا سلام، انا حاسس ان دماغي بقت تقيلة بشكل. لازم تقلت من كتر الاكل. هو الاكل يتقل الدماغ يا بني ادم؟ طبعا، خصوصا اذا كان الشخص دماغه خفيفة زي دماغك. ياه، ده انا شايف الدنيا بتلف قدامي. لا،
بتلف يمين ولا شمال؟ والنبي يا اخويا مانيش واخد بالي اصل احول، مش عارف اذا كانت يمين ولا شمال. لازم تفهم كمان ان اللف كويس عشان الهضم. الله، انا شاعر ان مخي ده بيطلع لبره. الله 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 الله، بص شوف اهو ابتدى يطير في السما. معلش سيبه يتفسح في الهوا شوية. ابو الحسن نام خلاص. انت حطيت له الدطورة في المية يا يعقوب؟ ايوه يا سيدي. اوعى تكون تقلت الكمية. ما تخافش، انا حطيت حاجة بسيطة. يلا يا يعقوب شيله مع الخدم وانقلوه على قصر الخلافة. والله ولسها ابو الحسن واتحقق الحلم بتاعه. طول عمره كان بيتمنى انه يعمل خليفة، وهو هيبقى خليفة لمدة يوم واحد. وهيفضل بهدوره ايه؟ لبسوه طقم حرير من بتوعي وعملوه على انه الخليفة، وعرقوب هيبقى الوزير بتاعه. طب والخليفة الحقيقي ما يزعلش؟ الخليفة هو اللي امر بكده. يا دماغي يا عرقوب يا عرقوب. الله، انا فين والفرش الحرير ده ايه؟ الله 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 الله، يا صلاة الناس، وايه الهدوم اللي انا لابسها دي؟ انا لازم بحلم. يا سلام، ده حلم جميل قوي. يا عيني لو كان الواحد ما يصحاش بالحلم ده الا يوم القيامة. انتوا مين؟ احنا الجواري بتوعك يا مولاي. الجواري بتوعي؟ انتوا عندي من امتى؟ احنا عندك من 4 سنين يا مولاي، انت مش فاكر ولا ايه؟ لا والنبي يا اختي، اصلا انا كنت نايم ال4 سنين دول. مولاي يؤمر بحاجة؟ العفو كتر خيرك. اؤمر يا مولاي، احنا عبيدك. عبيدي؟ عبيد ازاي؟ ده انتوا باين عليكم ناس ولاد حلال طيبين. لا مؤاخذة، سيبوني شوية لوحدي. امرك يا مولاي. يا ترى